هو دكاتره الاسنان عايزاك تعمل شغل كتير في اسنانك؟ ركز معايا، هو احنا كدكاتره اسنان عايزين نعمل لك شغل كتير في اسنانك؟ الحقيقه انه لا، ان دايما انا بلم ايدي عن الشغل الاكتر. يعني لو الضرس ده محتاج حشو عادي عمري ما هروح اعمل له حشو عصب، لو هو محتاج حشو عادي بس مش اكتر عمري ما هروح اعمل له طربوش، لو الضرس ده ممكن الحقه واحافظ عليه عمري ما هخلعه واحط امبلانت، لو سنانك شكلها كويس عمري ما هبردها واحط فينيرز. فبالتالي انت دايما حاول ما تشتغلش كتير في اسنانك، او حاول ما تطلبش من الدكتور انه يعمل حاجه زياده عن اللي هو بيقولك انك انت محتاجها، لان كتر اللعب في السنان ده شيء غير صحيح. ودايما عمرك ما هتعوض اللي خلقه ربنا باي حال من الاحوال، مهما اللي احنا عملناه كان جودته حلوه فعمره ما هيبقى زي اللي خلقه ربنا، في الاخر ده صنع بشر. فدايما احنا بنحاول نحافظ على السنان الطبيعيه على قد ما نقدر. حتى في حالات التجميل دايما بسال المريض هل انت الموضوع مأزمك قوي، لو هعمل لك مشكله نفسيه يعني، ولا ممكن تتعامل معاه وتعيش معاه بدون مشاكل؟ لو قادر يعيش معاه ما تعملش حاجه، ما تعملش حاجه، لان كل ما بتاخد من السنان وكل ما بتشتغل في السنان اكتر كل ما بتضاعفها اكتر. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز ماسك طب الاسنان. لو عندك اي اسئله تانية سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.